بداية عصر ذهبي لأسود الأطلس بعد تتويج المنتخب المغربي بكأس العرب 2025. يبرز تتويج المنتخب المغربي بلقب كأس العرب 2025 كدليل دامغ على الطفرة النوعية التي تعيشها كرة القدم المغربية، حيث اجتمعت الموهبة الفطرية والتركيز العالي لتقود أسد الأطلس نحو منصة التتويج في العاصمة القطرية الدوحة. موضوعات مقترحة. والحسم لم يكن وليد الصدفة، بل جاء ثمرة أهداف إعجازية وتغييرات فنية انقلبت موازين المباراة النهائية التي انتهت لصالح المغاربة ب3 أهداف مقابل هدفين أمام المنتخب الأردني. وقد استعاد استاد لوسيل ذكريات نهائي كأس العالم التاريخي عام 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، ليحتضن ملحمة عربية كبرى شهدت تسجيل أسامة طنان لواحد من أجمل أهداف البطولة على الإطلاق في الدقيقة الرابعة، حين سدد كرة مباغتة من منتصف الملعب استقرت في شباك الحارس يزيد أبو ليل، تاركة الجميع في حالة من الذهول، بما في ذلك زملائه في الفريق. ووصف اللاعب منير شويعر تلك اللحظة بأنها كانت سحرية وغير متوقعة، مشيرا إلى أن طنان أثبت قدراته الفنية الهائلة بهدف استثنائي منح الفريق بأكمله دفعة معنوية هائلة. ومن جانبهما، أكد المدافعان سفيان بوفتيني ومروان سعدان أن الكلمات تعجز عن وصف جمالية ذلك الهدف، حيث تمنى سعدان أن يدخل هذا الهدف ضمن ترشيحات لجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم. ورغم هذه البداية القوية، أظهر المنتخب الأردني صموداً وروحاً قتالية كبيرة بفضل ثنائية علي علوان التي قلبت الطاولة، وظل النشام صامدين حتى الدقيقة 88 حينما شارك البديل والهداف التاريخي عبد الرزاق حمد الله. وأدرك حمد الله القناص الذي يمتلك غريزة تهديفية فطرية التعادل من متابعة ذكية لضربة ركنية، قبل أن يعود في الأشواط الإضافية ليحرز هدف الفوز الغالي من داخل منطقة الجزاء. وأوضح شويعر أن دور اللاعبين كان يتركز على دعم وتحفيز حمد الله لإخراج أفضل ما لديه، وهو ما تحقق في التوقيت المثالي. هذا التتويج العربي يأتي في وقت هام جدا مع اقتراب انطلاق كأس إفريقيا في المغرب، مما يعزز الشعور بأن هذا الجيل يسير بخطى ثابتة نحو الهيمنة القارية والدولية، خاصة وأن عقلية الفوز باتت متجذرة في اللاعب المغربي منذ الإنجاز المونديالي في قطر عام 2022، حينما أصبح أسود الأطلس أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ المربع الذهبي. ونقل الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن مروان سعدان لاعب منتخب المغرب قوله أن تطور الكرة المغربية تحول إلى ظاهرة ثقافية في البلاد، حيث تدخل جميع المنتخبات المغربية بمختلف فئاتها العمرية أي مسابقة بروح البطل وعينها على منصات التتويج. وفي ختام المشهد، لخص سفيان بوفتيني فلسفة الفريق بالتأكيد على أن طريقة التسجيل ليست هي الأهم بقدر ما يهم حصد اللقب